متابعي قناة الخبر اليقين 24، أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. متقاعد اتصالات المغرب يتشبتون بأحكام المعاشات في احتجاج بالرباط. قبل ما نبداو في تفاصيل الخبر، فضلا منك وليس أمرا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس باش توصل بجديد الأخبار. في وقفة احتجاجية هي الرابعة من نوعها، التأم متقاعد اتصالات المغرب اليوم الخميس 21 نوفمبر الجاري في شارع النخيل قبالة المقر الاجتماعي لمجموعة اتصالات المغرب بالرباط، مطالبين بتسريع مساطر تنفيذ أحكام تسوية معاشات المتقاعدين حائزي أحكام قضائية ضد إدارتها، ومرددين شعارات ضد مماطلة الأخيرة في التنفيذ وتؤكد تشبتهم بحقوقهم. وحسب ما عاينته مصادر مطلعة، فقد امتد الشكل الاحتجاجي لنحو ساعة من الزمن غير بعيد عن المدخل الرئيسي للمقر الاجتماعي لاتصالات المغرب بحي الرياض بالعاصمة الرباط، فيما عرف حضورا لافتا وتطويقا من طرف عناصر قوات الأمن العمومية بمختلف تدرجاتها، بينما استبق أفراد من القوات المساعدة والسلطات الترابية المحلية موعد بداية الشكل الاحتجاجي بهدف منع اقتراب المحتجين من أمام المدخل الرئيسي للبناية الشاهقة. محمد جباري رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب أورد أن إدارة المجموعة ما زالت تتمسك بصعوبات في التنفيذ تجاه حائز أحكام قضائية ضدها من المتقاعدين، مشددا على أن الوقفة تعبر منهم عن استنكارهم محاولة الإدارة التملص من تسوية الوضعية المعاشية لأزيد من 137 متقاعدا، إذ قضت الأحكام التي ما زالت تتناسل عن المحكمة الإدارية بالرباط بمختلف درجات التقاضي بأداء المجموعة تكملة مساهمة الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد على أساس الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه المتقاعدون المشتركون منذ 2004. وأساسا انتقدت الوقفة ما تصفه الجمعية وأعضاؤها بمماطلة اتصالات المغرب ومعها الصندوق المغربي للتقاعد في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها منذ ما يزيد عن 10 سنوات، غير مبالين بمعاناة فئة المتقاعدين والمتقاعدات وتقدمهم في السن وصراعهم مع المرض والظروف المعيشية المزرية. وفي تصريح على هامش الوقفة، قال جباري إن الأمر يتعلق بمحاولة لمنع الخطوة رغم إشعار السلطات المحلية بتنظيمها عبر رسالتين مضمونتين، مؤكدا في المقابل على سلمية الشكل الاحتجاجي في دولة الحق والقانون الذي أنصفنا بعد توجه المعنيين للقضاء وصدور أحكام نهائية لصالح 150 متقاعدا ومتقاعدة على الأقل. وأبرز المتحدث ضمن التصريح ذاته أن المطالب ذاتها ما زالت قائمة وواضحة بالنسبة للاتصالاتيين المتقاعدين الذين يطالبون بتنفيذ ملفهم المطلبي في شموليته، وعلى رأسه تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية ذات الصلة، متابعا بأن دعوة إدارة اتصالات المغرب إلى تسوية وضعيتهم المعاشية على ضوء الأحكام الصادرة تعد دعوة إلى تصحيح الوضعية مع الصندوق المغربي للتقاعد الذي طالته أخطاء منذ 2004، السنة التي جمدت فيها وضعية هؤلاء إلى حين بلوغهم سن التقاعد، ما أثر سلبا على معاشاتهم، وهذا يسائل مبدأ المساواة بين الموظفين في الحصول على معاش يحفظ كرامتهم ومجال تطبيقه. راسلنا جميع الجهات الرسمية المعنية والمتداخلة، وإلى حد الساعة ما زلنا ننتظر، يكشف جباري مؤكدا أنه تمت مراسلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بصفته عضو المجلس الإداري لاتصالات المغرب، كما تمت مراسلة وزيرة المالية بصفتها عضو المجلس الإداري وتمثل قطاعا وصيا على الصندوق المغربي للتقاعد. أما عن مراسلة مؤسسة وسيط المملكة، فأفاد رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب بأن الرد كان بانتظار مآلات إجراءات جارية، مشددا على أن المتقاعدين لن يتراجعوا عن إحقاق حقوقهم.